وما زلنا مع حضراتكم في هذه التغطية للأجواء المصاحبة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، وهي الجولة الأخيرة في المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية. ينضم إلينا هاتفيا أيضا الأستاذ صالح فرهود رئيس الجالية المصرية بفرنسا. أستاذ صالح، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني يمكن حضرتك كنت بتستمع للأحاديث اللي كنا بنتحدث فيها قبل ذلك. تحدث كثير من المقيمين في فرنسا أنه سيكون هناك فعاليات للاحتفال بوصول الرئيس المصري إلى جانب يعني عدد من الفعاليات الأخرى الرسمية. ممكن تطلعنا على دور الجالية المصرية بفرنسا في هذه الفعاليات؟ دور الجالية المصرية دور عظيم جدا. لأول مرة في تاريخ الجالية المصرية تتحد وتتكاتف وتترابط من أجل رئيس جمهورية. عمرنا يعني ما شفنا فرحة وبهجة للمصريين واتحاد المصريين بهذه المناسبة. نعم. كان الرؤساء بيجوا قبل كده خلاص ما حدش يعرف حاجة من الجالية، لكن الجالية دلوقتي ترابطت، وبصراحة يعني في عرس مصري في باريس بقدوم الرئيس السيسي. فرحة ما بعدها فرحة، الجميع يتكاتف، الجميع يتساءل متى وصول الرئيس؟ متى وصول الرئيس؟ هنشوف الرئيس ازاي؟ الرئيس هيفوت علينا الساعة كام؟ احنا هنتجمع ازاي لتحية الرئيس؟ حاجة جميلة جدا ان الشعب المصري لأول مرة يتكاتف في أوروبا، والمصريين الشرفاء العظماء اللي بيحبوا مصر يترابطوا ويتكاتفوا في باريس العاصمة اللي بيزورها السيد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي. نعم أستاذ صالح، يعني احنا علمنا أن هناك بعض العروض الموسيقية يتم التحضير لها في عدد من المناطق في فرنسا. تطلعنا على مزيد من التفاصيل؟ طبعا باتحاد الجمعيات واتحاد المصريين كلهم تحت اسم تحيا مصر بينفذوا مشروع لأول مرة مصر، وهو مشروع تحيا مصر، تحيا المصريين، تحت رئاسة رئيس لكل المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي. بكرة إن شاء الله البرنامج هيبدأ من الساعة 9 صباحا في بلاصة العنفليت لمقابلة أو استقبال أو تحية الرئيس المصري. بعد كده إن شاء الله بمشيئة الله هيبقى في حفل غنائي، ممكن هيبقى يوم السبت، لكن الاربع ان شاء الله في المساء سيارات المصريين بالعلم المصري الكل هيطوف ميدان الشانزليزيه او شارع الشانزليزيه العظيم لتحيه الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي. ودي شيء عظيم جدا ان المصريين اول مره يتحدوا في الغربه من اوروبا جميعا. يعني احنا جاي لنا بكره غدا ان شاء الله جاي ناس من هولندا ومن بلجيكا ومن امريكا وجاي من لندن. حاجه فرحه ما بعدها فرحه. نعم. اول مره نحس ان فعلا المصريين بيحبوا مصر. الجهه الاخرى اللي هي بتحشد نفسها ضد بنقول لهم عوض الله عليكم، انتوا بتلعبوا في الوقت الضايع. المصريين عرفوا مين قيمتكم وقيمتكم ايه بالنسبه لمصر. نعم. انتوا ولا حاجه بالنسبه لمصر. نعم، يعني بشكرك شكرا جزيلا استاذ صالح فرهود رئيس رابطه الجاليه المصريه بباريس. شكرا على وجود حضرتك معنا.